في فقاعة عقارية والاسعار غاليه ومش هتقل. خلينا نفكر سوا، هي ليه اصلا مش هتقل؟ العقارات معتمد على حاجتين: سعر الارض، تكلفه البناء. سعر الارض الدوله بتطرح اراضي، المطور بياخدها. الارض الدوله بتغلي السعر، المطور بياخد، فالسعر بتاع الاراضي دايما في زياده. تاني نقطه، مواد البناء. ومواد البناء مش بس حديد واسمنت، مواد البناء اكتر من كده بكتير. طول ما انت في تضخم فانت في اسعار بتزيد. تضخم يعني ايه؟ يعني الاسعار بتزيد، معروف. يعني الحديد هيزيد النهارده بكره بعده، والمطور مش بيبني النهارده ويسلمك النهارده، ده هو لسه هيبني كمان سنتين ثلاثه وهيسلمك بعد 4-5 سنين. فطبيعه الحال بيبقى عامل في الفيزابيلتي ستادي بتاعته بسعر حديد اكس، سعر اسمنت اكس، تكلفه العماله بتاعته بتزيد كل سنه، تكلفه النقل نفسها، مش اسعار البنزين كل شويه بتزيد، تكلفه النقل بتزيد على المطور، غير التكاليف دي كلها اللي هي بتزيد عليه. عايز اقول لك ان هو حاطط الريسك فاكتور عنده في الفيزابيلتي ستادي بتاعته، ان لو حصل تعويم للعمله هو خايف يلبس نفس اللي لبسه الفتره اللي فاتت، فعامل سعر عمله معين حاسب عليه تكلفه البناء بتاعته، وعامل حسابه ان لو حصل تعويم يامن نفسه. اديك شايف شويه قلق جنبنا، 1.5 مليار من الاموال الساخنه خرجت بره الدوله، الدولار غلي جنيه. طب نفترض حصل اي حاجه، نفترض حصل تعويم تاني، انا مش بدي لك مبرر هو بيعمل كده ليه، انا بقول لك هو بيعمل كده بمزاجي مش بمزاجي، هو بيعمل كده. فهو هيحافظ على السعر بتاعه، هيحافظ على السعر بتاعه، هيغلي السعر بتاعه، هو بيغلي اسما على الورق، بس هو على فكره هو محافظ على نفس السعر، النت بريزنت فاليو بتاعه، هو محافظ ان سعر الوحده كاش كذا، وبيحسبها لك بيمنت بلان، هيديها لك على 7 سنين باكس، على 10 سنين هيزودها، على 15 سنه هيزودها. ففي الاول وفي الاخر هو هيزود هيزود. وعلى فكره هو بيزود الطبيعي بتاع زمان، هو كان الطبيعي بتاعه كان بيزود 10-15% في السنه كلها، ده كان الطبيعي. ليه؟ عشان يحارب التضخم، لان التضخم كان في رينج من 8 ل 12%، فكانوا بيحارب التضخم. فده الطبيعي بتاع سعر العقار في مصر، انه بيزيد لمحاربه التضخم. فدلوقتي هل في فقاعه؟ في فقاعه، والاسعار كبرت وكبرت قوي، بس مش هتنزل.